متابعي قناة أطراف الليل، مرحبا بكم في الجزء الأخير من قصة الحب والمافيا. كالعادة خليو لي كومنتير زوين بحالكم ولايك وبارطاجيو مع أصحابكم باش تكبر العائلة. باش ما نطولش عليكم نبداو ليستواغ. وما تنساش الجوج خاصهم يتأدبوا عاد يموتوا، لأنه سبب أنك تكون شخص بلا روح ولاد الحمرية. دونك خاصك تقاتل هنا باش تاخد الثأر ديالك لهيه، وتاخد الثأر ديال خواتاتك الصغار أمك وباك. المهم دوشت وخرجت وبقيت نتكل في بلاصتي، وبقيت كنتفكر النظرات ديال بلانكا. شحال محتاجة أنا في هاد اللحظات دابا، محتاج شخص كنبغيه من كل قلبي، غير نعنقو ارتاح. المهم تكيت ونعست، وفي الصباح فقت وهبط، طرت وخرجت. بابلو قال لي ضحايا جداد اليوم. بقيت كنضحك، قلت ليه نشوف واش كاين. خرجت ومشيت للسوبر مارشي. لا واعسة تبان لي بلانكا، بغيت غير نحيد الشك، حيت كنشوفها كتحركني، كنحس معها احاسيس زوينه، وانا حاليا محتاجه بزاف. حيت كل نهار كنمشي والو، صافي بديت كنفقد الامال. واحد اللحظه بغيت تبان ليا، ما شعرتش براسي وانا نمشي كنجري قاصدها. بلانكا بلانكا، غير شافتني وهي تقفز، ما ابتسمت ما والو. قلت لها مالك، خلاتني ومشات، وانا نتبعها. بلانكا مالك وقفي، وهي تقول لي ما تقيسنيش. قلت لها مالك غير فهميني. قلت لي انت اللي حرقتي ديك الدار. قلت لها انا؟ اين دار؟ قلت لي بلا ما تكذب، شفتك وانت كنتي كتبان مخلوع. قلت لها غير تناقشت مع واحد البنت تما وخرجت معصب. قلت لي ولكن ماشي انا اللي حرقت الدار. قلت لي اها بنت، وهي تمشي. اوه، ما يمكنش تكون كتغير عليا، ما يمكنش. تبعتها وانا نتبعها. بلانكا وقفي. الكلب ديالك تلح عليا وبدا كيعضني من رجليا. بقات غاده وانا تابعه. بلانكا بلانكا، بغيت منك والو، غير تجاوبيني على هذا السؤال. عافاك بلانكا. بلانكا والو، والله ما بغاتش تدوي. والمشكل وحالتها ما داك الكلب، كون حرشت عليه المش ديالي سميكيرا والله تي يهنشرا. عافاك جاوبيني، واش مزوجه؟ وهي توقف، وهي تقول لي وهي معصبه، علاش بغيتي تعرف ها؟ علاش؟ قلت لها غير قولي لي. بقيت كنشوفها وهي كتشوف فيا، وهي تقول لي لا. غمضت عيني وانا نغوت بالجهد. يس يس. هي ما قدرتش تصبر وبدات كتضحك. بقيت غاده وانا تابعه. قلت لها شنو دابا؟ غادي نروحو مع هاد الشحوم ديالك؟ قلت لها بلانكا، وحسيت هاد المره بلي باغي نهضر بجديه. قلت لها نهار كنتي غادي تصفي عليا وجيتي كتبكي خايفه، وملي حليت عيني فيك، من ديك اللحظه وانا كنحس احساس زوين، وجامي مشيتي من بالي. وبقيت ديما كنتمنى ما تكونيش مزوجه، حيت مع الوقت بغيتك من كل قلبي، حيت حيتي فيا داك الشغف. نهار شفتك في السوبر مارشي وفي لحظه غبرتي، كنت ديما كنجيلي على امل نشوفك شي نهار. واليوم صافي كنت غادي نفقد الامل، ولكن الحياه يلا بغات تدوي وانا نقول لها ما تقولي والو، غير عنقيني. عافاك. عنقاتني وعنقتها بالجهد، كنت محتاجه التعنيق الخوت، ما طلقتش منها، ودموعي بداو كينزلوا. تقول لي مالك؟ قلت لها والو، ومع راسي قلت لها لا يوريك مالي. بقات كتشوف وقالت لي تعطلتي. قلت لها كيفاش؟ قالت لي النهار الاول الشوفات ديالك عرفتهم ماشي عاديين، وحتى انت راك عجبتيني، كنت كنتسناك تدوي. بقيت مصدومه الخوت. بلاتي خوكم راه بوغوس صح؟ كنتواضعوا معكم الخوت. شديت لها يديها وبقيت كنبوسها ليها وكنبوس لها في راسها وكنعنقها بالجهد، كنحس براسي في شي حلم. وعلاش الحياه كتلعب معايا بحال هكا؟ وعلاش بلانكا ما جاتش في ظروف اخرى، وانا دابا نقدر نموت في اي لحظه؟ ما عرفتش شنو مخبيه ليا الحياه، ولكن في هاد اللحظه بلانكا نموت على قبلها. المهم بقينا كندورو، مشينا جبنا ولدها من المدرسه، شافني بقينا كنلعبوا وكنضحكوا. صراحه كنا كنبانو بحال شي عائله سعيده وزوينه، بلا مشاكل بلا حتى شي حاجه. مشينا لواحد البارك دي جو وخلينا ولدها كيلعب تما، بقينا حنا كنتحدثوا. عاودت لها على حياتي كامله،
بغات تحبس من البكا، وعاودت لي هي بلي كانت مزوجه وتفارقت مع راجلها. وانا نقول لها علاش تفارقتي معاه؟ قالت لي كانت عنده علاقه بالمافيا. قالتها لي الخوت، ضربت بيا الدنيا. ديك الساعه الفرحه كلها رجعت حزن. هي كتسولني مالك، كنت نقولها لا لا والو والو. المهم ملي كنا راجعين بانوا ليا جوج ماطر كبار تابعيننا من البارك حتى لدارها، ما مشاوش. ديك الساعه وليت كنتسنى غير الضربه تجيني، وليت خايفه غير عليها هي. كنقول مسكينه شنو الذنب ديالها. ما عرفت ما ندير الخوت، بقيت مهدأ الوضع وداير يدي ورا جنبي. كنتسنى غير يبداو وبدات انايا وغادي، وكنتمنى يا ربي ما يتيروش، يا ربي ما يتيروش فيا باش هي تدخل لدارها. ما عرفت ما ندير، ولا وقعت لها شي حاجه غادي نتصدى، غادي نحماق. المهم وصلنا عند الباب ديال الدار ديالها وقفوا بقاو كيشوفوا، حيت شويه ما يكسيريو ومشاو. عادونا نتنفس، ارتاحيت. بلانكا حسات بيا نبدل وقالت لي كاينه شي حاجه. قلت لها لا لا ما كاين والو، ما ديريش في بالك، غير ضرني راسي شويه. قالت لي يلا دخل، ما نقدرش نخليك تمشي بحال هكا. قلت لها لا لا غادي نمشي. قالت لي والله حتى غتدخل. ودخلت وجدنا العشاء وبقينا كنلعبوا وكنضحكوا. وصراحه كانت هذه من احسن اللحظات في حياتي، نسيت كلشي وعشت هذا الاحساس من قلبي. وصل الليل وقالت لي بقى بات معانا. قلت لها لا لا غادي نمشي. قلت لي عافاك، واش انا حمار غادي نرفض هاد عافاك هادي اللي خرجت بكل انوثه. طفيت التليفون، بقينا سهرانين كنتفرجوا في نتفليكس، بقينا كنتفرجوا في الفيلم. ومني سالا بقيت معانقه انا وبلانكا وكنتحتتو الليل كامل وحنا كنتحتتو ما نعسناش. صراحه عجبني الحال بزاف، وتمنيت كون كانت الظروف مغايره، كنت زوجت بها اليوم قبل غدا، حيت صافي متاكد ان هذه هي حياتي. وحنا الرجال نادرا ما كنلقاو المراه اللي بصح كتحركنا، المراه اللي كتخدمنا، نادرا بزاف. المهم في الصباح فقت معطل، ما لقيتش بلانكا ونضت كلبس حوايجي وما لقيتش الفردي. بقيت كنقلب ونلقى محطوط فوق الطابله وحداه ورقه. تما عرفت بلي القضيه حماضت و100% بلانكا شافته. الورقه مكتوب فيها عمري كنت كنظن انني غنكون غبيه لهاد الدرجه. دغيا تقت بك ودغيا منحتك نفسي وقلت صافي اخيرا لقيت حب حياتي. ولكن تخدعت. برافو عليك، تستاهل احسن جائزه لافضل ممثل. انا كنقرا في نفس الوقت كنبكي. استغليتيني وشفت في عينيك بلي انك بصح كتبغيني وانت غير مجرم اكثر من راجلي. كلكم بحال بحال، واخا تكون من اي دوله. جرحتيني، خرج من داري ونسى اي حاجه بيناتنا. كنكرهك من كل قلبي. بلانكا. بقيت مسمر في بلاصتي والدموع كينزلوا. بديت كنهضر مع راسي، بصح عندك الحق، ولكن ما قدرتش نتحكم في نفسي، في المشاعر ديالي. كنت محتاج ليك، ولكن من احسن الموت، من احسن نبعد عليها، خصوصا شافوني معاه باش ينتقموا مني غادي يقدروا يأديوها. المهم لبست وخرجت من الشرجم باش ما يشوفني حتى شي واحد، الا كان زعما شي واحد مراقبها ولا شي حاجه. ومشيت للفيلا بحال مستسلم لاي حاجه. ودابا يوقفوا عليا نقول لهم قتلوني. صافي عييت الخوت، كثر عليا الضغط. دخلت الفيلا وما لقيتش ياسمين. سولت عليها كلشي، بقاو ساكتين. بديت كنغوت، فين هي فين هي ياسمين؟ ويت منازل بابلو كيقول قتلناها. قلت لي لا، وعلاش؟ قلت لك وعاودت لك شنو كاين. قال لي هو كيغوت راس معناها كتهضر مع توماس وكتعطيه شي معلومات علينا وكاع الاسرار ديالنا، وخصوصا انت اللي باقي كتدافع على لحد الان. كانت باغا تقتلك، كانت باغا ديرك مسياده، يا تكون انت الضحيه ديالها. طحت على ركبي وبقيت كنبكي. بابلو تصدم، او اديلو كيبكي، ميمكنش. شويه وعيت، مسحت دموعي ونط ندوش. كملت البكا ديالي في الدوش. خوك الخوت بقات فيا ياسمين،
بقات فيا تا بلانكا، وبقى فيا راسي بزاف، بقاو فيا والديا وخواتاتي. من نهار حليت عيني في الدنيا مكتاب عليا نقاسي ونتأدب. واحد اللحظة هزيت الفردي وحطيتو فوق راسي وانا كنترعد وكنبكي بهستيريا. بقيت مطرطة شي 5 دقائق، من بعد نزلت على الفكرة. المهم دوزت وخرجت وتكيت في بلاصتي. ديك اللحظة شعلت التليفون ديالي، وصلوني 2 ديال الميساجات، واحد من عند بلانكا، واحد من عند ياسمين. قرأت الميساج ديال ياسمين ولقيت مكتوب فيه: عاجل رد بالك، راني كنت دايزه من الكولوار وسمعت بابلو كيهضر مع توماس في التليفون وكيتساوموا عليك، وراه بابلو باعك ب10 المليار. هادشي كامل باش يسلمك لتوماس، وراه حسني بابلو كنسمع. نقدر نكون مت مني غادي تجي، ولكن اللي بغيتك تعرف حاجه وحده، اقسم بالله كنت طايشه ومع لي دروغ ما كنتش كنعرف شنو كندير، ولكن في الاخير عقت وفقت وبغيتك من كل قلبي، ولكن جا داكشي معطل. عافاك اسمح لي وتفكر في اي حاجه زوينه. ياسمين مراتك. كملت الميساج وبديت كنبكي. بقات في ياسمين بزاف وحسيت راسي قسيت عليها بزاف. يا كباكو وليتي كتبيعوا وتشري فيا، زاد فيه واحد الحقد كبير الخوت ما نعاودش ليكم. هزيت الفرديه يلا بغيت ننزل ونوقف. ركز عادي، ركز 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 عادي. رجعت لبلاصتي وجبت الميساج ديال بلانكا: حشومه عليك، اش بغيتي عندي؟ ليش دخلتي لحياتي؟ اش بغيتي عندي؟ حرقوا لي داري كلها وفيها كاع الممتلكات ديالي، عمري غادي نسامحك، كنكرهك كنكرهك. بقيت مسمر في بلاصتي وعرفت النهايه قربات. نقدر نموت في اي لحظه. واو عادل، غادي تعيش نهايه مأساويه. ما كرهتش نرجع صغير في الكاليان وما نفيقش داك النهار بكري، نبقى ناعس حدا والديا ونخدم في اي حاجه باش ما عطى الله ونعيش بسلام حدا عائلتي. ولكن خساره، الحياه اللي بغاتني نتعذب موطور. اي فرحه كنفرح دغيا كنهجرها. يمكن القدر واحد وانا كنبدل في التفاصيل ديالو، ولكن اقسم بالله الوفاه ديالي ما غاديش تكون سهله. ودابا غادي يعرفوا شكون هو عادل. الا كانوا هما احياء، انا راه حاليا جثه بارده كتقتل وبدم بارد. مسحت دموعي ولبست حوايجي ونزلت. شافني بابلو ويمكن كيتسناني غير نتفرقع عليه. كيسحاب لي ياسمين وصلت لي الخبار. قلت ليه: بابلو اب الروح يتجالي. كنقولها وانا كنضحك. عاد شفت وجهه بحال ارتاح. قلت لهم: جيبوا الشراب اليوم غادي نبلبلوه. بقينا كنضحكوا وكنعاودوا النكات وكل شيء كيشرب الا انا كنت كنخوي الكاس ديالي في واحد المزهريه كانت حدايا. بابلو سكر جاب الكاو بدا يقول لي: ستوب بركه صافي دخت. قلت ليه: بابلو احسن رئيس مافيا في نابولي وفي ايطاليا كامله، ويقول هاد الهضره؟ لا لا لا, لا ما تقولهاش زيدك. بقيت عليه حتى وصلتو للكاو. وصلت 2 ديال الصباح وكل شيء كاو، وحتى انا كندير فيها سكران. قلت ليه: باكو يلا نطلعك لبلاصتك. طلعتو بزاف دخلتو لبلاصتو وسديت الباب وخديت السلاح اللي بغيت من الماريو ديالو ودرت فيه مود سيلونسيو. قربت حداه قلت ليه: بابلو ايو بابلو. حل عيني بشويه وشاف فيا قال لي: اديلو. قلت لي: باغي تبيعني ب10 المليار؟ بدا كيدوي تقيل. قال لي: يكذبوا عليك انت ولدي. قلت لي: تفو بشرف منك يا الممسخ. بدا كيخنزر فيا. نقول ليه: شنو جهدك ما دير؟ نخشي لي الفردي في فمه. قلت لي: شكون قتل ياسمين؟ ويبدا يبكي ولا نبدا نضحك. بابلو بابلو كيبكي. قلت ليه: قول اخر حاجه. قال لي: اسمح لي عافاك. قلت لي: اسكت انت غدار.
جبت التليفون من جيبو وقلت ليه دير الكود، ما بغاش. وانا نشيفي ليه في رجليه، عطيتو التليفون وقلت ليه اخر مره، وعطاني الكود. وقفت وحطيت ليه الفردي في جبهته وقلت ليه هادي في خاطر ياسمين. ضربت معاه سيلفي وبقيت كندور في البيت، هزيت كاع الالماس والفلوس وتميت نازل كلشي الكاو ديري بحال عرام الدجاج. المهم خرجت. المشكل هو انه كاين واحد الحراس قدام الباب وهما ما كانوش كيشربوا معانا، يعني ساحين. درت راسي سكران، ما يقول لي نوصلوك اسيدي، قلت لهم لا 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 بلا ما تعذبوا راسكم، انا بغيت يضربني البرد. هزيت الموتور، الكاسك والساكورا داري وجبدت الكابلي. الحراس ما فهموا والو، بقيت غير غادي حتى وصلت لواحد الفيلاج حدا واحد الاوتيل. وقفت الموتور ودخلت خديت الشامبر، تلحيت فوق الناموسيه وبقيت كنفكر شنو غادي ندير. جبت التليفون ديال بابلو ودرت الكود ودخلت الواتساب ديالو وبالضبط الكونفرساسيون اللي بينو وبين توماس. وفعلا لقيت داكشي اللي قالت ياسمين صحيح، كانوا غدا غادي يسلموني ليه. ولقيت بزاف ديال الحوايج وكيضحك عليا. المهم صيفط لتوماس التصويره ديال بابلو مقتول، كتبت ليه ما كتعرفوش مما كتلعب. شاف الصوره وطلع ليا فيه باينه تصطم، او ما يمكنش بابلو. ودقه وحده شويه صيفط ليا اديلو عجبتيني، ما جاوبتوش وتكيت كنفكر. ما بغيتش تنسى لي بلانكا. ديك اللي دوزت معاها حسيت بها فرحانه بيا ومرتاحه لدرجه اللي كامل يعنقاني. وفي الصباح صدمات وعاد تحرقوا لها الدار ديالها. المهم شابكه الخوت. الصباح هزيت الموتور ديالي ومشيت خديت الجورنال، لقيت كلشي كيهضر على بابلو واللي اعتبروها صدمه في عالم المافيا. حدود الساعه الاسم ديالي طالعين الاسهم ديالو. ديماريت الموتور وكسيرت نيشه للدار ديال بلانكا. وقفت من بعيد ويتبان ليا هي وولدها واقفين كيشوفوا في الدار ديالو، ولات كامله رماد. صراحه اثر فيا هذا المنظر، ولكن ما قدرتش نمشي نواسلها، خفت على اللي يجيو يقتلوها. المهم مشيت عند واحد مهندس بناء تما وعطيتو الفلوس باش يبني ليها دار اخرى وباعلى جوده احسن ما كاين في السوق. خلصتو في كل شيء وكاش. قلت لي عافاك، بغيتها في اسرع وقت، ولا مبقيتش دويت معاك عرفني مت. وعطى هاد الرساله لمولات الدار، قال لي كون هاني. دخلت وما عرفت ما ندير، وتفكرت غير جيريمي وقصدته. عاودت ليه كل شيء وبقى فيه الحال لدرجه بدا كيبكي على ياسمين. قال لي باكو كان معروف بزاف قبيح، ولكن توماس هربان عليه. حاول ما تلعبش معاه، حاول تهرب في حالك، سير رجع لبلادك. قلت لي ما يمكنش، حياتي كاينه هنا. قال لي كيفاش؟ قلت لي كنبغي واحد البنت وكاينه هنايا، ولا ما عشتش معاها كنفضل نموت. قال لي فكر مزيان ودير شي خطه باش تهرب، حيت غير نسى فكره تواجه توماس، حيت هاد الفتره كلها راك دوزتيها وانت هربان وخايف منهم. قلت لي اخر مره كانوا تابعيني وانا غادي مع ديك البنت. قال لي صافي مشات فيها مسكينه. قلت لي كيفاش؟ قال لي كانوا بامكانهم يقتلوك، علاش ما داروهاش؟ اذا كيخطوا لشي حاجه. فيق صاحبي. قلت ليه راح نقول لها دارها. قال لي هذا غير ميساج، هدف هو انت ماشي هي. يلا كندوز هنا التليفون ديالي، بلانك اللي كتعيط. ملي جاوبت لقيتها كتبكي. الو عاجل ولدي ما عرفتش فين هو، نهار كامل وانا تنقلب عليه. قلت لها انا جاي. مشيت كنجري عندها، لقيتها كتغوت وكتبكي بحرقه. غير شافتني جات كتجري عندي، كتضربني وكتغوت عليا. انت السبب، انت السبب. قلت لي اعتقلي يا ولدي، عافاك اعتقلي يا ولدي. ديك اللحظه بالذات جاني ميساج في التليفون ديال بابلو. حليت لقيت ميساج فوكال: الا بغيتي الولد ما يطرى ليه والو اجي لعندنا وبلا سلاح. شفت في بلانكا وقلت لها ولدك مزيان وغادي يكون مزيان. عنقاتني وشديتها بقوه وعاودت لها كلشي. بقات كتلوم فيا وكتغوت. قلت لها راه ماشي لخاطري، بغيتك من كل قلبي، ولكن شوفي فينا واسمعيني مزيان. قلت لها انا عارفك صعيب تثقي بيا، ولكن كنطلبك حاولي هاد المره، ولدك راه ما غاديش يتاذى. حضرت راسي ومشيت جلست في واحد الكوان تما. قلت لي عاجل خزني عليا شي حاجه.
كملت لها الفيلم اللي وقع وقلت لها دابا راه بغاوني انا، هذا هو الشرط تاعهم باش ولدك يبقى حي، وانا ما عندي كندير، غادي ننفذ الطلب ديالهم، غير هو غادي تكون هذه اخر مره غادي نشوفك فيها. شفت فيا وبدات كتبكي، قلت لها لا نقدروا نمشيو عند البوليس. قلت لها بلانكا بلانكا الله يهديك، راه المافيا هادو، راه البوليس ما غيقدروش عليهم. قلت لها انا ما عندي زهره، يمكن جا وقتي باش نمشي، حيت مستحيل نسمح في داك الولد الصغيور البريء انه يمشي. انا اصلا حياتي حزينه بزاف، شفت فيها غير المآسي. قلت لها سمحي لي بزاف، ما كنتش باغي نتلاقاو في هاد الظروف، ولكن ماشي مشكل. الحاجه اللي فرحتني هو حسيت بلانكا كتبغيني وحايره بيني وبين ولدها. قلت ليها ما نقدرش يلا نمشيو للبوليس. قلت لها بلانكا الا مشينا للبوليس راه غادي يقتلوا الولد وغادي يقتلوني حتى انا وياك، هما عينهم فيا وبغاوني انا، اللهم نموت ولا نموتو حنا كاملين. بقينا غير كنتمشاو، جبت التليفون وصيفط ليه فوكال، قلت ليه غدا غادي نكون عندكم مع 10. قلت ليه بغيت نسمع صوت الولد، وصيفطوا لي ميساج فوكال ديال الدري كيغوت ماما ماما. قلت لها ما تخافيش، كنوعدك ما غيوقع ليه والو. المهم بقينا كنتمشاو في هذا الحال، مشينا للوطيل. بلانكا مبغاتش تفارق معايا، دوزت الليله كامله وهي معنقاني. في الصباح نتقبل منها وخليت لها ورقه مكتوب فيها كنبغيك من كل قلبي. المهم شديت الطريق ومشيت لعند خوتنا في الله. بقيت غادي وباش ما نكذبش عليكم في الموس ديال الخلعه، غادي نلعب خطه اخيره وكنتمناها تصدق، الا ما صدقاتش غير ترحموا عليا الخوت. المهم وصلت لعندهم والحراس دغيا حلوا لي الباب. تميت داخل بكل ثقه في النفس. مع الدخله قلت لهم الله على ريحه شحال زوينه. تميت داخل وهم يوقفوا كاملين الا البوس ديالو توماس. وصلت لحداهم وجلست. وين قاش سيمون؟ اسي شتي جلستي؟ شكون عطاك الاذن؟ قلت ليه ميمكنش نستأذن وانا في داري. قام مصدومين، هو يجي قاصدني سيمون، عطاني واحد الكروشي. بقيت كنضحك قلت لباه توماس واش ولدك ما كياكلش مزيان؟ الضربه ديالو بحال ديال البنات. تعصب ويجبد الفردي، قال ليه الوالد غادي نقتلو قال لي جلس. قلت ليه جلس. قلت لي توماس خليو داك الدري يمشي عند امو، ياك عيطتي ليا انا جيت وشرف ليا نموت على يديك. وعطى الاوامر باش يصيفطوا الدري لمو. توماس بقى غير كيشوف فيا وحسيت بيه بحال معجب بيا. قلت ليه اول مره حطيت رجلي في ايطاليا وبالضبط في نابولي كنسمع غير توماس توماس توماس، ومني تعرفت على بابلو كان ديما كيطيح منك. وشحال من مره قال لي خاصك تقتلو، ولكن كيفاش غادي ندير نقتل راجل ذكي بحالك؟ شي بحال بابلو قتلتو بحال قتلت شي حشره. كيف ما كيسميني ولدك نيت ديما كيقول لي حشره، ولكن ولدك سيمون ما حددش من حشره. انا سيمون هي حشره الدبور القاتل. يكون بغيت نقتلك سهل عليا بزاف، ولكن كنت عارف توماس متعلق بيك بزاف وما بغيتش نحرمه منك. وتاني حاجه اي رجل في العالم غادي يشوف مرته مع واحد غادي يقتلهم بجوج، ولكن انا ماشي غبي. قال لي توماس اديلو واش كنتي عارف شحال كنت مستعد نعطي لبابلو باش يسلمك ليا؟ قلت ليه لا. قال لي 10 المليار. قال لي يوم اللي قتلتي بابلو عرفتي شحال ربحت معاك؟ قلت ليه شحال؟ قال لي 40 مليار وهنيتيني من المنافس ديالي. المهم انا في هاد اللحظه كنحاول نهند عليه وكنحاول نمدحه وكنحاول نبينو انه هو الواعر، هو اللي كاين وما كاين ما احسن منه. هادشي كامل باش نجرو لصفي، باش نبين لي انني انا كنت مع بابلو ولكن عقلي كان معاه وكنت انسبيره منه وكان امن به. قلت لي توماس
ما عرفتش علاش بابلو ديما كان كيقارن راسو بيك وانت نيفو هارب عليه. انا كنشكر فيه وكنحس بتوماس مرتاح. هادشي كامل اللي قلتو من حتى رجلي عندهم لعبت على واحد النقطه مهمه كانت السر بيناتهم وكانت خلاتهم يبقاوش صحاب. هادشي كنت شفتو في التليفون ديال بابلو. توماس وبابلو كانوا صحاب وتفارقوا على قبل بنت اللي كان كيبغيها توماس، ولكن هي فضلات بابلو. انا لعبت على النفسيه، مادام توماس ما غاديش يكون كيحمل بابلو والحدود الساعه هادشي غادي مزيان. واهم حاجه ما نبينش لهم انني خايف. توماس قال لي غادي نعطيك الفلوس اللي بغيتي وخاصك تخوي ايطاليا وبشرط غادي تمثل انك متي وسيمون ولدي هو اللي غادي يقتلك. هادشي غادي نديروه في الليله اللي غادي تخوي فيها ايطاليا. غادي نعطيك 3 ايام. بقيت جالس وما مبينش شحال انا فرحان من الداخل. ناد توماس وقال لي تبعني. مشيت معاه لواحد البيت كبير عامر فلوس وسلاحات ومجوهرات. عطاني واحد الصاك وقال لي هز اللي بغيتي. بقيت كنعمر فيه تقريبا وصلت لشي 2 مليار مغربيه. عاد زيد المجوهرات. قال لي ما تخافش غادي تمشي في الباطو وتا واحد ما غادي يقلبك. انا غادي نتكلف لك بالوراق باش تمشي. قلت ليه لينا. قال لي كيفاش؟ ما فهمتش. قلت لي واحد المراه وهي ولدها في ايطاليا انا غادي نتا معايا. وبدا كيضحك قال لي واخا سيدي. المهم دوزت العشيه كامله مع توماس تحدثنا فيها على بزاف ديال الحوايج. قبل ما نمشي جبت لي التليفون ديال بابلو قلت لي هاك غتلقى فيه بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال المعلومات اللي يقدروا ينفعوك. خداه وفرح بزاف. عيط على الحراس ديالو باش يهزوا لي الصاك ويوصلوني حتى لقدام باب الدار. فهاد اللحظه بلانكا تلاقات مع ولدها وغتكون فرحانه وفي نفس الوقت كتعتبرني مت. 3 حوايجي ودرت الريحه وقضيت الحاله وقصدتها. كان لابد نقنعها باش تمشي معايا لألمانيا وبلي راه غنضربوا على ايطاليا. المهم وصلت لعندها وبنت لي من بعيد واقفه حدا دارها اللي تحرقات حيت بداو فيها الاصلاحات. واقفه هي وولدها وكيشوفوا فيها. المهم بقيت واقف من بعيد وجبت التليفون ديالي ولقيت شي 50 ابل شي 40 ميساج من عند بلانكا. عيطت لها وهي تجاوبني. قلت لها بلانكا عرفتي علاش عيطت لك؟ قلت لي وكتبكي. كتحب لي عيطت لها باش نودعها. قلت لها بلانكا إلا الحياة عطاتنا فرصة أخرى بشرط تخلي إيطاليا وتمشي معايا. قلت لي وهي كتبكي نمشي معاك لفين ما بغيتي. قلت لها بلانكا الحياة عطاتنا فرصة. قلت لها شوفي وراك. دارت شافتني وجات كتجري لعندي عنقتني بالجهد. تخلطات بين الفرحة حزن وبكاو فرحة. قلت لي شنو وقع؟ قلت لها كابوس وفقت منه. قصة طويلة عشان نعاود لك من بعد. المهم هو دابا عندنا 3 ايام خاصنا نخويو ايطاليا ما نبغيش ولدي يتآذى. قلت لي درتيها انا معك. المهم قادينا المسائل ديالنا وقادينا توماس كلشي تقريبا ومشينا لألمانيا. خديت فيها دار زوينه وبلانكا فتحت لها مكتب ديال المحاماه. من بعد 8 شهور بلانكا حملات وانا فرحان. المهم شريت واحد الاسهم ديال واحد الشركه وصراحه انا عايش دابا بخير حيت عايش مع الانسان اللي كنبغي. وهاد السيمانه كنوجد حوايجي حيت عندي غرض خاصني نقضيه في المغرب. قلت لي بلانكا ما تعطلش علينا. قلت لي 3 ايام وغادي نرجع. المهم خديت الطياره ديالي ووصلت لكازا. مشيت ديريكت لعند الضرب بالعربي. صونيت هو يطلع عليا ما عرفنيش في الاول. تم نازل عندي السلام عليكم ولدي. حيت ننتظر ديك الساعه ويتلاها لي بواحد التعنيق. المهم قلت لي على سلامتك. قال لي الحمد لله كان عندي سلوك مزيان وخديت عفو ملكي. قال لي زيانيتي العفريت. قلت لي ورا اوروبا بالعربي. دابا عاد عرفت علاش ايطاليا كانت حلم من التسعينات. المهم عاودت لي كلشي باختصار وبقى مصدوم. قال لي دازت عليك العفريت وربي كتب لك عمر جديد. واحد اللحظه بقى ساكت. قال لي ما تقولش تيجي باش ديرها. قلت لي حاجه طبيعيه. قال لي ولكن. قلت لي شنو كان؟ قال لي راه كان وقع اضراب خايب في الحبس
وهربوا الحباسة بزاف، والبوليس بداو كيتيريو بالقرطاس. واحد من ولاد الحمرية هرب، والتاني جاتو قرطاسة في السلسول ديالو وراه زحف وباقي في الحبس. المهم كيمشي مشكل. بقيت مع با العربي ديك العشية وبانت لي الحالة عنده ما هياش، وانا نعطيه 10 المليون. قلت لي دير شي بيع وشري وبدل شوية الحالة وصوفي راسك ما تبقاش جالس. فرح بها بزاف مسكين، بقى كيدعي معايا. المهم نعست عنده في الصباح، لبست مزيان وحليت واحد البواطة كنت فرتها لبابلو فيها جميع انواع السموم، كان كيأدب بها الخونة. مشيت وطلبت زيارة وعطيتهم السمية ديال الحباس، وحيت تعكسوا دهنتهم بشوية الفلوس. دخلت بقيت كنتسنى فخوني يجي عندي، ويتم جاي واحد دافع في كروسة. قال لي السلام، شكون انت؟ قلت لي ما عرفتينيش، انا ولد فاطمه اللي حرقتها هي وبناتها وراجلها وكويتي ولدها فيها. داك الولد هو انا. داك يقول لي اسمح لي ورا خويا مول الفكره، شحال ترجيتو يحبس ولكن كان مصمم انه يحرق هذيك البراكه. تجي نقول لك، قربت حتى ودني وخشيت في ديك البرا كلها، بقيت جاره من عنقو. قلت ليه عرفتي شنو دقيت لك دابا؟ هذه تبقى كتموت دقه دقه لمده 10 ايام. كنتمنى تشوف فيها، كنتمنى باش نسامحك حيت عمرني غادي نسامحك. ولا بغيتي تشريق قولي فين نلقى خوك. بدا كيبكي وجاتو هيستيريا. كيدوي قال لي كان فيما كيدير شي زبله كيمشي للعربيه المزاب حدا دوار سيد البطاح. قلت لي شكرا والله يرحمك وانا نتحرك. بدا كيغوت وكيهل حتى واحد ما تسوق ليه. المهم خرجت في حالي، مشيت ديريكت نزور عائلتي. وصلت المقبره وحبستني البكيه. وصلت حتى قبرهم وبقيت كنعاود لهم كلشي. كان داكشي اللي داز عليا بحال هما كاينين معايا دابا. حسيت بالراحه، حسيت بحال خويت قلبي. المهم مشيت رجعت للدار ديال با العربي وقلت لي غدا غادي تحرك معايا المزاب. قال لي علاش؟ قلت لي تمشي معايا وغتعرف علاش. قال لي عادل تبدلتي، هضرت وكنت التصرفات ديالك كله في شكال. قلت ليه المافيا با العربي، المافيا كتخليك فحال هكا صارم في شي حوايج. المهم في الصباح تحركنا وملي وصلنا للدوار بقينا كنسولو حتى جمعنا المعلومات الصحيحه وعرفناه فين كاين. بقيت نتبع الاثر ديالو حاضي تدخل البراكه. بقيت كنتسنى تيطيح الظلام وندخل عليه. كان معاه واحد عشيرو كيتكيف هو وياه، شافوني وما يقفصوا كيسحبوني مول الوقت. قلت لهم شكون فيكم ولد الحمريه؟ الاخر يقول لي انا. قلت الاخر شكون انت، شو سميتك؟ قال لي سميتي بشعيب. قلت لي جي عندي اجي نقول لك. جا عندي وقلت ليه هكا سير جيب كوكا واجي. خونا الاخر ولد الحمريه باغي ينوض يهرب، ما دفعته ويعطيني كروشي. قلت ليه اها، وتم جاي مازال باغي يزيدني الثانيه. وني نشدو عطيت لمو قتله ديال العصا تا ولا يطلب ويزاوك. قلت ليه عرفتيني؟ قال لي لا. قلت ليه عادل ولد فاطمه. مني سمع هاد السميه بحال تزيزن ولا كيصير تفرات. المهم عاوني بالعربي وهزينا ربطناه في واحد الكرسي وسدينا ليه فمو بسكوتش. خوينا ليسانس في الدار كامله. هادشي اللي غتحس بيه دابا هو اللي حسوا بيه عائلتي. الله يرحمك. حطيت واحد الشمعة كبيره ورا الباب. غير خرجنا فتنا شويه الخيمه ويبينا صاحبو جاي، وانا نقول ليه سير شرب مع صاحبك واستمتع. وانا نطلع الطوموبيل وبقيت غادي حاضي في الريتروفيزور كنشوف هذيك الخيمه كتحرق. حسيت براسي تنفست الخوت. المهم وصلنا لكازا وتودعت مع با العربي ورجعت لألمانيا وعشت حياة زوينة بزاف. ولات عندي عائلة صغيرة ديالي الحمد لله. هذه كانت قصتي، وبغيتك تستافد من اي مشهد داز في هذه القصة. ما تكونش متسرع، كون مرزن ثابت وكلامك موزون. واهم حاجة الثقة في النفس، وآمن دائما ان الحياة مهما قست عليك غادي يجي واحد النهار غادي تكافئك. متابعي قناة أطراف الليل، كنتمنى تكون عجباتكم القصة، ونتلاقاو في القصة القادمة إن شاء الله. خليوا لي لايك بزاف باش تحفزوني ندير لكم دي زيستوار جداد. شكرا وخليت لكم الراحة.